في زمن بعيد على ضفاف النيل ولدت حكاية عشق لا يمحوها الزمن، حكاية إيزيس وأوزوريت. أوزيريس الإله الطيب كان محبوب من الجميع، ملك عادل، وكانت دايما بجنبه زوجته الوفية إلهة السحر والشفاء إيزيس. لكن الغيرة كانت بتشعل قلب أخيه ست اللي طمع في عرشه ودبر مؤامرة وقرر إنه يعمل تابوت، وقال اللي هيجي التابوت على مقاسه هياخده هدية. وبسرعة أول واحد جرب كان أخوه أوزوريس، ولما دخل أوزوريس التابوت ست قفل عليه بسرعة ورماه في النيل. إيزيس زوجته مسكتش وقررت تسافر بلاد كتير وتدور عليه لحد ما لقت التابوت وجمعت جسده بمساعدة الإله أونوبيس ورجعته للحياة، ومن حبهم اتولد ابنهم حورس. كبر حورس ودخل معركة طويلة ضد عمه وسته لحد ما انتصر عليه ورجع الحق لأهله. دي مش بس أسطورة، دي حكاية بتعلمنا إن الحب بيغلب الكره، وإن الحق لازم يرجع مهما طال الوقت.